إلا ذكرنا شي مناسبات بحال العقيقة أو الزواج أو ليلة النص ولا بدا ما نذكروا التريد. التريد عرفناه من القرن 12 وباقي تنصوبوه بنفس الطريقة، والدليل كاين في كتاب فضالة الخوان واللي خصص فيه الكاتب فصل كامل اللي سماه في أنواع الترائد، والوصفة العشرة سماها تريدة الفطير المصنوعة بالدجاج. يؤخذ الدجاج ويغسل ويفصل عضوا عضوا ثم يوضع في قدر كبيرة. أنا قبل غادي نشرمل الدجاج، الخرقوم، القزبور اليابس، سكنجبير، البزار، كاين اللي تيدير التومة، أنا ما غاديش نديرها، الزعفران شعرة، السمن مذوب، اللي تعجبو السمن الحار يدير غير شوية، الملحة، نخلطو الشرمولة بشوية ديال الماء دافي، نشرملو الدجاج ونخليوه يشرب تشرميلتو أطول مدة ممكنة. أنا كنخليه ليلة في الثلاجة. نرجعو لفضالة الخوان. تيقول الكاتب يؤخذ السميد، كاين اللي تيدير نص كمية الفينو ونص دقيق بيض، ويجعل فيه الملح ويعجن بقليل من الماء عجنا قويا ومحكما. وإلا بغيتو الورقة التريد تكون زوينة خصها تدلك مزيان. وتيقول الكاتب ثم تؤخذ ملة من فخار، فإذا حميت الملة أخذ من العجين وجعل فيها سمن وتمد، ثم تطوى وتمد أرق، وتوضع فوق الملة قدر ما تبيض، يعني ما خاش الورقة تحمر. دابا نطيبو الدجاج، غادي نطيبوه في القدرة سكسو، نديرو زويته، البصلة مشلضة، سكنجبير، البزار، الخرقوم، الزعفران شعرة، نزيدو مليحة، ردو البال، شرمولة الدجاج راه مالحة، نديرو القزبور المعدنوس مربط ونخلطو مزيان، ونزيدو الدجاج فوق الخليط، نقليو الدجاجة شوية ونزيدو عويدة القرفة، نمرقو بالماء طايب، نغطيو القدرة ونقصو العافية، نديرو البصلة في كاميلة ونزيدو عليها نفس التوابل اللي درنا في المرقة ونخليوها فوق عافية مهيلة. البصلة غادي تطلق الماء، ولكن خصنا نقابلوها ملي تتعلك. كاين اللي تيزيد فيها العسل والقرفة، أنا كنبغيها بلا عسل، كندير غير القرفة. من بعد كيقول الكاتب ثم تقطع قطعا وسطا وتوضع في قدر الكسكسو باش نسربيو التريد سخون. وتيقول فإذا انتهى طبخ الدجاج زيد فيه زبد طري، ثم يسقى الفطير بالمرق دون إكتار منه. تيفسرها لأن كثرة المرق تفسد الفطير. وتيقول ثم تخرج قطع الدجاج والبصل وتوضع على الفطير ويزين دائر المترد ببيض مسلوق ويؤكل هنيئا. وحكايتنا سالت وشهوتنا وجدت. إوا جربوها فهي طيبة عجيبة.